السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وجبة سهلة وبسيطة وسريعة كوجبة للفطور. لنبدأ على بركة الله. لدينا خبز توست. لمعرفة كيفية تحضير خبز توست في المنزل سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. وملعقة صغيرة من البصل المفروم، وملعقة صغيرة من البقدونس، وزيت نباتية، وحبة من البطاطس من الحجم الصغير مسلوقة قمت بتهريسها بالشوكة، وحبة بيض، والجبن المثلث، والفلفل الأسود، وملح، والكمون. أضيف الجبن إلى البطاطس، وأضيف البصل والبقدونس والبيض، ثم أضيف القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود والقليل من الكمون، ثم أقوم بوضع الخليط فوق خبز التوست. ثم أضع القليل من الزيت في مقلاة فوق النار. بعد ذلك أضع خبز التوست. أقوم بقلي خبز التوست. هذا هو الشكل النهائي. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.